صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. يلا نعمل مع بعض الجلاش السريع ده اللي هو الفطائر بالحشوات البسيطة لجوع بالليل أو لو زهقانة ومش عارفة تعملي غدا ايه أو فطار أو عشاء بسيط. تعالوا نشوف عندنا ايه هنا. أنا عندي لانشون حلواني، عندي جبنة رومي، عندي كمان جبنة موتزاريلا، عندي زيتون، طماطم منزوعة البذر، اللحم بس بتاعها، وعندي كمان فلفل رومي، وعندي لفة من الجلاش، وعندي زيت. هنا انا ما حطيتش سمنة عشان ما تبقاش تقيلة قوي للعشاء، تبقى حاجة خفيفة كده بزيت ذرة. تمام. هنجيب ورق الجلاش بتاعنا، هنحط ورقتين منه وندهن كده بزيت بسيط، ونحط الحشوة المتاحة عندنا ايا كان عندك ايه. ممكن لحمة مفرومة، ممكن سوسيس، سلامي، اي حشوة بقى تقدري تجهزيها، هتكون بسيطة معاكي وهتقدري تعملي الوصفة ديت حلوة او حادقة. انا عملتها قبل كده معاكو الحلوة، وهنعملها النهاردة حادقة. بس اهم حاجة نركز ونشوف الحاجة بتاعتنا، اهم حاجة يكون عندنا الزيت او سمنة. ما ينفعش نعملها من غير مادة دهنية طبعا. وبندهنها كده دهنة خفيفة بالفرشة بتاعتنا، وبنقفلها شكل الظرف. بتطلع معانا فطائر حلوة جدا. بتدخليها الفرن او بتسويها من على الطاسة. يعني كده انا كنت ادخلها الفرن، بس خفت لا تقرمش مني. وفعلا انا جربت والتجربة ما عجبتنيش، بس هي من فوق بتكون احسن. يعني تجربة ان انا ادخلها الفرن مش حلوة، تجربة الجريل من فوق احلى. سويناها كده، بتاخد على كل وش دقيقة او دقيقة ونص، مش اكتر من كده. وطلعت معانا اهو بالشكل الجميل ده. حطينا بقى معاها زيتون كده، وحطينا البيبسي بتاعنا جنب اي شيبسي او اي حاجة حابة تحطيها جنبها، بتبقى طعمها حلو جدا. ممكن لحمة مفرومة، اي حاجة. يلا نفتحها مع بعض ونشوف هي من جوه هتكون عاملة ازاي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتقولوا رأيكم في الكومنتات. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. واللي لسه ما يعرفنيش، انا قمر صالح ودي قناتي. شرفوني بالاشتراك، وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات. سلام عليكم، باي باي.